طب الحمد لله يا جدعان البطولة خلصت، عشان واحد مش هيقدر يستحمل كمية العك اللي عمال يشوفها دي بصراحة. يعني فأحلى حاجة في البطولة دي إنها خلصت بمرها ومرها كمان. يعني مفيش حلو في البطولة دي. أنا ما شفتش في البطولة دي حاجة حلوة يعني بصراحة. يعني أنا عايز أعرف بس حاجة، يعني الراجل اللي اسمه محمد صلاح اللي أنت طلعت الفريق كله وسايبه لنا يلعب في 90 دقيقة. يا جدعان أنت مش واخد بالك إن اللعب كله ناحية الشمال؟ إحنا ما بنلعبش يمين خالص. يعني الجنب اللي فيه محمد صلاح مفيش يا معلم. إحنا بنلعب فردة نايمة، بنلعب فرده عامله كده، ما الفرده التانيه مش موجوده، مش معانا. فانت سايبه عشان ضربات الجزاء، عشان ما فيش وقت اضافي، فتسيبه في ضربات الجزاء فالبيه يضيع ضربه الجزاء. الناس بقى اللي عندك اللي هم المفروض مش محليين، الناس بقى اللي بيطيروا في السماء، الناس اللي هم ايه بقى احنا بنبيع بيهم، الاتنين الرجاله ضيعوا ضربات الجزاء. البيه اللي انت حاطه 90 دقيقه ما بيعملش اي حاجه وماشي لي عمال يتمشى. يا راجل انت بتلعب على الواقف وقلنا ماشي، والله العظيم ثلاثة الكوره خارجه من رجلك تقرف زي الزفت. يعني حتى مش قادر انك توصل الكوره، ولا بينيه ولا مباصيه ولا بتخطف ولا سرعات. مفيش يا معلم، انت مش معانا خالص يا معلم. وما تقوليش بحملك انت، لا انا احملك لان انت ما بتلعبش. انا عندي جنب ما بيلعبش طول الماتش، جنب انا فاقد فيه كل حاجه في الكوره. الجنب اليمين يا جدعان مش موجود. في حد بينزل يلعب بجنب واحد؟ هكسب انا ازاي وانا بلعب بجنب واحد؟ يعني مش ممكن. طلعت الفرقه كلها الا هو يا عم بينا وبينه عقد، هو في عقد؟ الراجل ده واخد علينا حاجه ان هو ينزل ما يطلعش؟ مش ممكن يكون عندي لعيب ما بيدينيش اي حاجه طول البطوله واسيبه 90 دقيقه كل ماتش طول البطوله. في حاجه غلط، في حاجه انا مش فاهمها بجد والله العظيم. ثلاثة يا جماعه تصحيح، يا جماعه لازم نصحح يا جماعه. مش كده بتلاعب نيجيريا، الناس عندهم قوه بدنيه، الناس عندهم لياقه، واقفين معاك لحد 90 دقيقه. انت محتاج ناس تنزل تلعب، مش محتاج اللعب اللي على الواقف وواحد مستني الكوره. مش محتاج الكلام ده كله. لازم تقابل الناس دي بسرعات، لازم تقابلها بدم جديد بروح جديده. مش ممكن انك تسيب الراجل طول الماتش موجود ما بيعملش معاك حاجه. بعيد بقى عن كل الماتش، بعيد عن كل الكلام ده. على فكره يا جدعان احنا مصريين، على فكره احنا مش عرب يا جدعان، احنا مش عرب بجد والله. انتوا عاجبكم المنظر بتاع النهارده ساعه السلام الوطني؟ الناس عماله تصفر، الكوره تيجي تحت رجلك الناس برضه عماله تصفر. وشفنا فيديوهات من اليومين اللي فاتوا دول ناس بتضرب مصريين في الاستاد. يا جدعان احنا مش عرب، احنا مصريين يا جدعان. سكه ودغري بقى. هو انت يا جدعان عشان بتتكلم عربي انت عربي؟ انت مش عربي، انت مصري. ما تصدعوش دماغنا بقى يا جدعان بقصه العرب. انت محدش بيحبك، احنا اصلا ما بنحبش بعض. انت عايز البلاد التانية تحبك؟ المذيع كل شويه علي محمد علي اللي احنا اصلا بالعينك بالعافيه عمال تتكلم وتعيد وتزيد في تصريحات حسام حسن، وما كانش ينفع انه يعمل حسام حسن. ومش عايزين علاقه مين يا باشا؟ علاقه مين يا حبيبي؟ انت مش شايف الصحفيين عملوا ايه؟ ده كتر خير الراجل اللي ما سحب لهمش واحد اسكندراني. انت بتلوم حسام حسن علشان كان بيرد على الناس وكان بيرد على الطريقه وقله الادب اللي كانوا بيكلموه بيها في المؤتمرات الصحفيه. يا راجل ده الصحفيين المصريين مشوا. علي محمد علي بطل بقى تطبيل عشان انت قرفتنا. يعني تعليقك زي الزفت وتطبيلك كمان مش في وقته. كوره تقطع محمد صلاح ضغط كبير قوي على محمد صلاح نجم منتخبنا المصري. يا عم ارحمنا بقى يا عم، احنا ما بناخدش من الكلام ده. بطلوا يا جدعان تطبيل، ده اللي جايبنا وراه اقسم بالله. زي ما عمال تقول يا تريزيجيه ما كانش ينفع تريزيجيه، بتعمل ايه يا مصطفى محمد؟ ما تقول له يا عم بتعمل ايه، ولا تقول له الكوره طالعه منك، ولا تقول له شد حيلك، ولا تقول له اي حاجه. حسسنا حتى اللي انت يعني المكيال عندك واحد، لكن انت المكيال عندك عامل كده يا باشا. ومستغرب الناس اللي مش حباك، ومستغرب ايوه يا باشا عشان الناس كتير فاهمه مش بتحب هنمشيها طبل. يعني فريق زي المغرب ما خدش البطوله من 76، انت بتلعب النهارده كانك بتلعب في ارض نيجيريا. بجد والله العظيم مش ممكن يا جدعان كميه الحقد والكره اللي على منتخب مصر. في كل بيروح اي بلد والله العظيم. بص كده يا معلم، تروح اي بلد، هات لي بلد انت بتروحها بعيد عن كلام الميديا والاعلام، هات لي بلد انت بتروحها الناس يا باشا تبقى حباك ولا عايزاك تلعب فيها. مفيش يا باشا، ما تلاقيش خالص. فما تصدعناش بقى يا جدعان بقصه العرب ومش العرب. العب بقى يا عم لعبك ودوس على الوش. وانا مع حسام حسن، الحاجه الوحيده اللي انا مع حسام حسن في الحته دي، حد يا باشا يكلمك بطريقه مش حلوه اديله على وشه على طول. ما تجيش تقول لي بقى عرب وهنود وتراكوة، لا يا باشا خالص. اللي يدوس لك على طرف اديله على وشه ايا كان مين، بجد والله العظيم. انما انت هتطلع تلوم لحسام حسن علشان كان بيرد على الناس اللي كانت بتكلمه بطريقه وحشه وبيقلوا ادبهم عليه في صياغه السؤال؟ مش ممكن يا جدعان. كل المنظومه دي يا جدعان مش حلوه. اديك خسرت وطلعت من البطوله. في تصحيح لكل العك اللي داير ده ولا مفيش تصحيح؟ هتسيبونا كده ونخش كاس العالم كده؟ مش هتعملوا حاجه
ما انا عايز افهم بس والله، اصل لو الدنيا هتمشي كده انا مش هتفرج تاني، لان الواحد ما عندوش طقطان يتحرق دمه كل مره كده، مش ممكن. انا كل ماتش يعني لو مصر دي هتلعب 4 5 ماتشات، الواحد في ال4 5 ماتشات دمه محروق، يا اما طريقه لعب زي الزفت، يا اما مفيش خطط، يا اما. فيا جدعان ما تكرهوناش بقى يا جدعان في الكوره بجد والله. هتصحح ولا مش هتصحح؟ هتعمل بلان وخطه وتعمل مشروع وتبني عليه زي ما الناس التانيين عملوا، ونبتدي نشوف بقى لعيبه صغار في السن، ونشوف لعيبه بتلعب في الملعب. انا مش عايز اسماء، انا مش محتاج اسماء في الملعب، انا محتاج ناس تديني في الملعب. عندك امثله كتير لمنتخبات وفرق كان عندها اسامي في الملعب ما كانتش بتعمل حاجه. يا باشا انا محتاج اللي يديني، مش محتاج اسم. باشا مش بجيب واحد عشان اسمه، انا بجيب واحد عشان يفيدني كمنتخب مصر، مش بجيبه عشان شو اعلاني ولا شو دعايي ولا. لو بطلتوا تفكروا بالتفكير ده ممكن نفلح يعني.